ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو اتقابلنا فيه. ولقيت كتير في الكومنتات عايزين طريقة التقفيلات بالحلقات والسلاسل الادوات المستخدمة، فقلت النهاردة هعمل لكم جزء كده منهم في فيديو صغير يا رب يعجبكم ان شاء الله، وفي بعض الادوات اللي احنا بنستخدمها على ما اعمل لكم فيديو كمان شامل اكتر جديد. الشنطة دي انا كنت بقفلها زي ما انا صورتها لكم كده في الشمس، وقلت اوريكم ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها كاكسسوري علشان نقفل بيها الشنطة. زي ما انتوا شايفين كده في الحلقات اللي هي المقفولة زي دي، ودي بنشتغل عليها فوقيها بالخرز، وفي حلقات زي دي سهلة الفتح. طبعا حلقات سهلة الفتح بيكون سعرها اغلى شوية، في منها برضو ذهبي وفضي، وانا بفضلها بصراحة ان بتريحني في الشغل. السلاسل بقى عندنا في السلاسل دي كلها مطلية صيني. في سلسلة زي دي بيبقى فيها القفل وهي مبرومة، بنسميها سلسلة مبرومة وجاهزة بالجنش بتاعها. وفي سلاسل زي دي بالمتر، دي سلسلة نحاس. وفي منها سلاسل دهب صيني برضو بس بتبقى اغلى. وسواء الاتنين بالنسبة لي عمليين، والاتنين بالنسبة لي خامتهم ماتريال بتاعتهم كويس. طيب هنا الشنطة هي انا كنت شغالة فيها، وقلت ان انا هوريكم طريقة تقفيل، ان انا لو هقفل بدي او هقفل بالتانية هنعمل ايه. في طريقتين انا هنا بستخدمهم للتقفيل. لو انا هضغط الجزء الجانبي ده للداخل، وده لو شفتوا معايا طريقة التقفيل في الجوانب في فيديوهات اللولي هتشوفوها معايا. طيب انا هنا كان نهاية الخيط فوق عندي، الخرزة اللي فوق زي ما انتوا شايفينها كده، هحاول نهاية الخيط واخليها للخرزة الجانبية في النص او تاني واحدة يعني، عشان اوريكم طريقة من الطريقتين اللي احنا هنعملهم النهاردة. وطبعا في اكتر من طريقة للتقفيل، بس انا هحاول اعمل لكم الطريقتين اللي هما الاكتر استخداما بالنسبة لي مؤخرا، خاصة علشان ان انا لقيتهم انه بيدوا معايا وسع في الشنطة. فزي ما انتم متعودين ان احنا بنلف الخيط داير ما يدور ونجيبه قصاد بعضه في الخرزة الجانبية هنا، زي ما كنت منفذاها برضو في الشنطة الزيتي اللي ما شافهاش قبل كده. شايفين اهو الخيط بقى فوق بعضه هنا، فوق وتحت، وانا عايزة اركب الوحدة دي لجوه. طيب هنعمل ايه؟ الخيط اللي تحت انا هدخله لجوه علشان عايزة اشتغل على الوحدة دي بس من الداخل، وفي نفس الوقت هشتغل فوق اليد الذهبية اللي احنا ماسكينها دي اللي هي المقفولة، او الحلقة الذهبية المقفولة. انا وجهت الخيط هنا لجوه بحيث ان بقى معايا طرفين الخيط للداخل، وهحط خرزة، وادي التانية، والتانية دي اللي بنقفل فيها المفروض، فهندخل فيها الخيط تاني عشان نشتغل بطريقة العقد زي ما انتوا عارفين معايا. والخيط الطرف اللي هو كان فوق هنضيف فيه خرزة واحدة زي ما احنا متعودين ان انا طالعة من خرزة يبقى باقي 3 خرزات، فضفت في طرف واحدة والطرف التاني هحط 2. والحلقة هنحطها هنا كده بحيث ان نعدي طرف الخيط ده من الحلقة وادخله في حلقة العقد او العقدة اللي احنا عاملينها في الخرزة اللي في الخيط اللي تحت، واعقد عليها بالشكل ده واشد العقدة. طبعا هتبان لكم اكتر كمان لما تنفذوها على الطبيعة، يعني انا هحاول اشرحها لكم واوريكم الشكل في العموم، لكن ان انتوا عشان تقدروا تنفذوها بالظبط وتحسوا ان انتوا فاهمينها لازم تعملوا وتطبقوا بايديكم. بس شايفين اهو اول وحدة عملت كأنها حلقة فوق الحلقة دي عشان عديت الخيط منها قبل ما اقفله في الخيط التاني بالشكل ده. طيب وهعمل وحدة كمان، انا يعني هشتغل 3 وحدات، اشتغلنا واحدة اللي هو هنعمل كأنه مربع، وهنشتغل الوحدة التانية خرزة في كل اتجاه، والخرزة التانية بنقفل فيها، يعني خرزتين في كل اتجاه اهو، واحدة وواحدة، والتالتة بقفل فيها بالشكل ده اهو. هرجع فيها تحطوها يمين شمال، المهم ان واحدة وواحدة يمين وشمال، والتانية دي التالتة اللي هي بقفل فيها. وبرضو خلاص انا معديه اوريدي الخيط، فانا دي بعمل الوحدة اللي هي جانبية اهو بالشكل ده، وهرجع الوحدة اللي على الجنب التاني عشان يبقوا 4 وعدي الخيط منها. بصوا هنعدي طرف الخيط ده الناحية دي تمام، والمفروض انا عندي خرزة هنا في اليمين وخرزة في الشمال، يعني هضيف خرزة فوق وخرزة تحت بس، فهضيف اهو الخرزة اللي تحت وعديها من الناحية دي علشان ادخلها في الخرزة دي ان دي الرابعة بتاعتهم اهو، هعديها من تحتها بالظبط.
والخيط اللي فوق هحط فيه خرزة واحدة، واعدي ان الخيط اللي تحت انا عديته من الاورنج، بحيث ان احنا نعمل العقدة بتاعتنا اهي بالشكل ده كده. يبقى عملنا ال3 وحدات اللي هو داير ما يدور حوالين الوحدة دي اهو بالشكل ده. يبقى عرفتوا الفكرة ان انا طلعت ال3 وحدات، الوحدتين الجانبيتين بيعدوا على الحلقة الذهبية بتاعتي، واركز بس ان انا اخرج الخرز منين. دي كده اول طريقة. تاني طريقة عندي برضو الخيط نفس الوضع، كانت تقفيلة عندي لفوق، بس المرة دي انا هسيبها لفوق زي ما هي لان انا عايزة اقفل الجزء ده للداخل، فانا مش هعمل تدويرة الخيط، انا عايزة اقفل على الجزء ده، وفي نفس الوقت عايزة احط الحلقة بتاعتي. هدخل الخيط هنا في الخرزتين هنا اللي عليهم الدور اهو، فكده كأني معايا 3 خرزات، واقفل بس بالخرزة الرابعة معايا علشان نضم الجزء ده، وهدخل الحلقة هنا معايا، وارجع الخيط في الخرز تاني. معلش الموضوع هو بيدوخ شوية، بس محتاج ان انتوا فعلا تطبقوه على الطبيعة، يعني ان انا بقول كده حاجة وانه تشوفوه على الطبيعة حاجة تانية خالص. طيب انا هحتاج ان انا انزل الخيط من الخرزتين اللي على الجنبين، هستخدم مقص عشان اطلع بس طرف الخيط المفروض بيدخل في الخرزة اللي بعدها، ونفس الكلام هنا الناحية دي هعدي الخيط من عكس الحلقة، وادخل الخيط من هنا الخرزة الجانبية اللي عليها الدور برضو اهو. اهم حاجة بس ان حاولوا تاخدوا معايا بس الفكرة، وبعد كده انتوا هتقدروا تطبقوا بالطريقة اللي تحبوها، وهنبدأ نعمل كذا فيديو ان شاء الله تعليمي طريقة تركيب الاكسسوري بالذات. هنا هنقفل في الرابعة، بس نفس الفكرة انا عايزة هعدي الخيط من جوه الحلقة، يعني في المرات دي بس هي بنفتكر ان التقفيل معانا بيعدي معانا جوه الحلقات، سواء الطريقة دي او طريقة الحلقة التانية اهو بالشكل ده. وخلاص هيبقى باقي بقى تقفيل الخيط، ان انا ابدأ ادخل الخيط تحت في الجوانب، ونبدأ نقفل ظروف الخيط. فده شكل معانا لو حبيته، وبيبقى طبعا هي هنا بتتفتح وتتقفل، فدخل فيها اللي هي الحلقات. لو جايبين السلسلة حلقات عادية زي اللي كنا شفناها في اول الفيديو الستانلس، او لو جايبين دي مقفولة وجايبين السلسلة اللي بتتفتح، فسهل برضو ان تحطوا فيها. وانا الصراحة بحب طريقة التقفيل اللي جوه اللي هي بتاعة الحلقة المقفولة، بس بحط فيها برضو الحلقة اللي بتتفتح، بحيث ان يبقى معايا او متاح معايا ان انا احط اي سلسلة فيهم ما تعطلش باي حاجة. فدي كده الطريقتين، والطريقتين كل واحدة فيهم بتدي شكل مختلف للشنطة. واحدة بتدي شكل انه مضموم لجوه من الجوانب كأنها طالعة على ضيق، والتانية بتسيب وسع الشنطة عادي. وبرضو تركيب بقى السلسلة، فشوية انا بحب الحلقات المفتوحة عشان بسهولة خلاص انتي خلصتي هتحطي فيها السلسلة بالشكل ده. طيب وممكن ان احنا نعمل السلسلة نعمل لها حركات ازاي، وانتوا بتشوفوني شايلة السلسلة كأنها دورين او كلام من ده. فهنا مع الحلقة المقفولة لازم تفتحوها بالكماشة الرفيعة علشان تقفلوها في الحلقة هنا، يا اما بنستخدم الجنش وبنركب الجنش ده في طرف السلسلة هنا، وبالتالي بنركب الجنش بعد كده في الحلقة اللي هي المقفولة دي، بتتركب هنا في الدايرة دي. هنفتحها اهو، تجيب الكماشة والبنسة بتاعتي اهي، نفتحها بالراحة كده وبدخلها في، يا اما لو عايزين تدخلوها هنا على طول تمام، يا اما لو عايزين تعملوا اي تغييرات او حركات او هتعملوا
سلسلة دورين او يعني اي شغل، او عايزين العميلة طالبة ان هي تبقى بتتشال وتتحط تركبوها في الجنش، والجنش بقى سهل ان احنا نركبه في الحلقة هنا اهو بالشكل ده. يبقى دي طريقة ودي طريقة. ونقدر نخلعهم هنا ونشوف برضو بالسلسلة التانية. وانا بحب السلسلة التانية بصراحة اكتر، مع ان هي الصراحة بقت اغلى في التمن، يعني انا بجيبها حوالي ب45 دلوقتي، انما التانية الاولانية النحاس المتر فيها حوالي 30 او 35. طيب هنا هي بتتفتح برضو تتقفل، فاحنا نقدر ندخلها هنا. هنا بقى دي هنحطها، بس هي ايه، هظبطها بس كده اهو تمام. ودي طبعا السلسلة يعني الأحب إلى قلبي بصراحة، بحب شكلها جدا وأصيلة بتعيش. يعني أنا عندي كان باقي منها عندي من السنة اللي فاتت، هي زي ما هي برونقها بلمعتها بكله. تقدروا بقى تعكسوها، تقدروا تعملوا أفلام، تقدروا تحطوها هنا وهنا، تقدروا بصوها في الكلكو. دي كمان دي حركة برضو بقيت أعملها في الشنط الأخرانية، وأدخلها في الناحية التانية وأعديها من هنا اوريكم دلوقتي. ممكن نعديها من هنا ونخلي القفل الناحية دي، بصوا، ونشد دي بقى كده، هتبقى دراعين شكلها شيك قوي، واللي هو دراعين تتلبس في الكتف على طول، او نشد دراع واحد منها فهيبقى طويل ان هي تنفع تتلبس كروس، او كمان نقدر ان احنا نخليها كأنها تلات حلقات او 3 دواير. هوريكم برضو. وهنا بعمل زي لفة كده، بس استنى، لا انا كده ايه، استنى هعدلها اهيت، ان انا بقوم مدخله لفه كمان واسحبها، يبقى كانه 3 سلاسل. ان انا بحط طرف هنا وطرف هنا، واقوم لفه الخيط لفه السلسله عكس، ومدخله جزء منها في السلسله هنا، فتبقى كانها 3 ادوار اهو. فكها تاني اهوت. والصراحه هي سلسله متينه، يعني مش بتتكسر ولا اي حاجه. هوريكم اهو، افكها اهي خالص. انا دخلتها من الحلقه دي تمام، ورجعت دخلتها من هنا تاني، عشان بس ايه لقيتني كنت بعك الدنيا، قمت فكها خالص وركبتها تاني. وبعدين هنا ادخلها في الحلقه دي او بقت كده عندي كأنها 3 ادوار، ان هي تنفع تتمسك كده في الايد على طول، يد قصيره تمام، فعامله منظر وشيكه وكأن كذا سلسله مع بعض. وفي نفس الوقت ممكن اشدها وتبقى يدين في الدراع، ودي تبقى عامله منظر على الكفر اللي احنا عاملينه بقى للشنطه. لو انتم متابعين البيدج عندي عندكم بقى ايه اكتر من اوبشن ان هي تتلبس بيها. وده اللي بيحببني الصراحه في السلسله دي، ان نقدر العميله نفسها بتقدر تغير في كذا شكل ليها. فكده احنا حاولنا نقول طريقة الحلقات وطريقة التركيب وطريقة السلاسل. باقي شوية برضه لسه تفاصيل تانية بإذن الله هنطبقها في فيديوهات جديدة وتشوفوا، عشان توصلوا لمرحلة التقفيل النهائية اللي احنا بنوصل لها هنا. ودي الشنطة بتاعتي بعد ما كنت قفلتها وصورتها للعملاء. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله يكون فيديو كان عجبكم.